السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعاتي الغاليات. شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. كيف كتشوفوا معايا البنات، اليوم اقتراحي لكم في هذا الفيديو هو كريب مالح كيجي من اروع ما يكون، بسيط، النتيجة ديالو روعة. بسم الله على بركة الله. قاسموا مكونات هذا الكريب هذا. غادي نحتاجوا بيضة، نصف لتر من الحليب، كاس ديال الماء، غادي نحتاجوا معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، شويه البزار، شويه الملحه، معلقه كبيره الزبده، وعندنا هنا 2 كيسان ونص ديال الدقيق الابيض. غنجيبوا الخلاط اللي غنحضروا فيه عجين الكريب، غنوضعوا نصف لتر مع الحليب مع كاس ديال الماء. هذاك الماء كيعطي واحد الخفه زوينه للكريب ديالنا. ضفنا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، المليحه والبزيره والبيضه، وغادي نخلطوا المكونات. من بعد ما نضيفوا لهم الدقيق، كيف قلت لكم الكاس ديال الماء هو اللي عبرت به الدقيق، عندي 2 كيسان ونصف من الدقيق الابيض. غادي نخلطوا مزيان مزيان في الخلاط الكهربائي حتى كينسجم. من بعد كتكون دوبت واحد ديك المعلقه ديال الزبده، ضفتها للخليط وغنزيد نطحن الخليط جيدا. صافي. من بعد نوضعوه في واحد الزلافه، نغطيه بالفيلم اليمونطيغ وندخلو الثلاجه يرتاح على الاقل نصف ساعه. شوفوا معايا القوام ديال الخليط ديالي البنات من بعد ما طحنته، كيجي على هذا الشكل، ما كيجيش ثقيل بحال ديال البغرير، كيكون خفيف. صافي. من بعد غادي نسخن الطاوه ديالي او المقله ديالي، نسخنها مزيان. المقله تكون خاصه بالكريب ما كتلصقش. غنوضع الكميه ديال الكريب، نوضعها فوق البوطه على نار متوسطه حتى كتبدا دير هاد الفقاعات هادو. كتبدا هكذا طيب، كيجيو خفاف البنات، شفافين، يعني كيجيو هائل. هاد العجين كيجي رائع في هاد الكريب المعمر، كيجي زوين. صافي. من بعد كنقلبوه على الجهه الثانيه وهكا كيبدا كيتنفخ. كيف قلت لكم كيجي خفيف. صافي. من بعد ما كيوجد كنحطوه على جنب، دائما كنحطوا الحبه على الحبه. من بعد ما كنكملوا الكميه كامل، كيف كتشوفوا ما شاء الله كتخرج كميه وفيره هذا القياس هذا، وكيجيو خفافين كيف قلت لكم شفافين. شوفوا كيفاش كيجيو هانتوما البنات، كيجيو غزالين، يعني ما كيجيوش مدقسين ولا غلاضين ملي كنوضعوا لهم الحشوه. صافي. غتوضعوهم يبردوا، توضعوا عليهم واحد المنديل، ندوزوا للحشوه اللي غادي نحتاجوا ليها. طبيعه الحال دائما الخضر حسب المتوفر. انا هنا خدمت بخيزو البصله والكورجيت مقطعين رقاق، عندي كويره د الكفته، عندي الزيتون مقطع، القزبره ومعدنوس. بالنسبه للتوابل اللي عندنا الملحه، البزار، شويه ديال الكمون، عندي التحميره، شويه د السكينجبير، وبطبيعه الحال الزيت. غادي نشحروا هاد المكونات كاملين. خديت المقله وضعت فيها زويته، درت هذيك الخضيره، درت واحد الرشه ديال الملح وحركتها هكذا مزيان مزيان حتى بدات كتنزل. من بعد ضفت التوابل وحركت الكل كيف كتشوفوا معايا. دائما نار متوسطه باش الخضره ما كتطلقش هذيك الماء ديالها. كناخذ ديك كويره الكفته كنضيفوا ليها واحد المعلقه كبيره ديال الماء، كتساعد انها كتفتت وما كتبقاش متكتله مع بعضها او على شكل كرات كبار. دائما هكذا كنخدموها. صافي. من بعد كنبداو ندمجوا هذيك الكفته مع الخضر ديالنا وتنحركوا دائما مع التحريك المستمر. من بعد ما كيطيب الكل كنزول الكل من فوق البوطه. كنضيفوا كيف كتشوفوا معايا هنا دائما خارج النار كنضيفوا. هنا درت شويه ديال الهريسه، ماشي بزاف، اللي عنده الاطفال صغار ما يديرهمش، ولكن راه كتجي بنينه صراحه. ما كنكثرش انا باش كناخذوا غير البنه، ما كتجيش حاره الحشوه. صافي. تندمجوها مزيان مع الخليط وهو مازال سخون. من بعد غادي نضيفوا القطع ديال الجبن اللي كيعطينا واحد التعليكه، كيبقاو اختياريين. الا بغيتو ديروه ما كانش عندكم تقدروا تسخنوا عليه، ولكن راه كيعطينا واحد التعليكه زوينه لهاد الحشوه هادي. صافي. كنضيفوها الحشوه هي سخونه باش كيذوب لينا داك الفرماج وكيتعلك مزيان مزيان. دائما كنحتفظ بالقزبر ومعدنوس كنضيفهم في التالي باش كيبقى محافظ على المذاق ديالو، وكذلك الزيتون قطعته بالقطعه رقيقه. هكذا الحشوه كتجي منسجمه ومعلكه. صافي. دمجنا هنا الكل كيف كتشوفوا معايا. غنضيفوا داكشي اللي تبقى لينا كيف قلت لكم، الزيتون والربيع. ديما التقطيعه ديال القزبر ومعدنوس خلوها هي الاخرى في الحشوات باش تعطيكم اللذه وكتبقى محافظه على اللون ديالها. صافي. هنا ضفنا الزيتون، غادي نخلطوا الكل جيدا وغادي نوضعوه. ضروري البنات الحشوه خاصها تبرد تماما عاد باش تعمروا بها الكريب ديالكم باش ما يتقطعش. صافي. غنوضعها على جنب تبرد. من بعد ما كتبرد كناخذ هكا الحبات ديال الكريب ديالنا، كيجيو من اروع ما يكون. هاد الكريب بحشوه مالحه كيجيو غزالين مقرمشين،
كيجيو هائلين المذاق. ما نقولش لكم البنات اكيد الا جربتوهم غادي يعجبوكم. صافي كتشوفوا معايا انا عندي شويه ديال الماء والدقيق، كندوز واحد المسيحه خفيفه بالشيته على الجوانب باش كيتسدوا معنا بسهوله. كنديروا العجينه بشكل طولي وكنسدوها على شكل سيجار. صافي طريقه سهله وبسيطه، ولكن النتيجه ديالها كتجي زوينه بزاف. كيجيو راقيين في المنظر ديالهم، شباعيين، وكيجيو مقرمشين يحمروا لك وجهك. صراحه تقدروا تقدموهم للضياف ولا في الموائد الرمضانيه. كيجيو وجبه متكامله، يعني عندنا شويه ديال الكفته مع الخضر. انا كنفضل ان الحشوات تكون فيهم الخضر متنوعه، هكذا كنستافدوا كثر. صافي غادي نجمعوهم على هذا الشكل بطريقه سهله وبسيطه. دائما الجوانب كندوزو لهم شويه ديال الماء والدقيق، تقدروا ديروا ابيض البيض اللي بغيتو. صافي وتسدوا على هذا الشكل. صافي بنفس الطريقه حتى تكونوا الكميه اللي عندكم كامله. ما شاء الله راه هذا الخليط كيخرج كميه وفيره. عندي كيف كتشوفوا معايا هنا 2 حبات ديال البيض، معلقه كبيره ديال الحليب، وشويه ديال الملحه. غادي نطربهم مزيان مزيان باش ندوز فيهم هذاك الكريب ديالي. وموجده كذلك لا شابلور اللي صايبتها على يدي في الدار، او تقدروا تشريوها اللي بغيتو البنات. هذه طريقه باش كيجيو مقرمشين وما كيجيوش شاربين الزيت نهائيا البنات. غير جربوهم على ضمانتي كيجيو ولا اروع. صافي كنبداو ندوزو هكذا بالحبه بالحبه في البيض والحليب، عاد كندوزوهم في لا شابلور. بالنسبه لهاد المرحله البنات، الا كنتو ناويين تحتفظوا بهم في المجمد، غتكملوا هاد المراحل كامله وغديروا لا شابلور وغتستفوهم في البلاطو يكونوا متباعدين، وتدخلوهم المجمد حتى كيجمدوا بشكل فردي، ما تحطوهمش ملاصقين مع بعض. ملي كيجمدوا في واحد البلاطو يكونوا متباعدين كيف قلت لكم، صافي غتاخذوا البلاستيكات ديال المجمد ولا شي بواطه وغادي تحتفظوا بهم بكل سهوله. والوقت اللي غتبغيو طيبوهم غتجبدوهم مباشره يا اما الفران يا اما الزيت. شوفوا نتوما الطريقه باش بغيتو طيبوهم. مهم انهم كيجيو ساهلين هكذا. توجديهم على اتساع وتحطريهم توضعيهم في المجمد كيف كتشوفوا معايا هنا. تقدروا تدخلوهم هكذا متباعدين حتى كيجمدوا. جمعوهم في واحد البواطه واحتفظوا بهم الوقت الحاجه تبغيو توجدوهم يكونوا واجدين. بالنسبه لي انا دوز كلشي في البيض ولا شابلور وغادي نقليهم في الزيت، وغادي نتقاسم معكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو رائعين. كيجيو مقرمشين، كيجيو لذاذ، ما شاربينش الزيت نهائيا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. قطعت لكم بعض الحبات باش تشوفوا القوام ديال الكريب كيفاش كيجي رقيق، ما كيجيش غليظ نهائيا. وهذيك الحشوه كتجي معلكه وسط منهم. نتمنىكم تجربوهم. ما تبخلوش عليا بلي لايك زوينين ديالكم. بالصحه والراحه، والى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.